انا نسيت. وأنا كمان. كنا بنقول ايه؟ ثواني ثواني. كنا بنقول ايه؟ بنتكلم عن المسلحين وجامع النور، وان هم اللي جابوا نفسهم بقى الاخوان او السلفيين او وات ايفر المسمى يعني. شوف، احنا قدامنا دلائل حصلت والوقائع حصلت في أماكن تانية في العالم. احنا مش أحسن من الناس دي كلها. اللي يقول لك أصل احنا، لا، احنا محدش يقدر يخش عندنا. أصل احنا لو جت أمريكا عندنا هننيكهم، ولا تعرف احا تنيكهم ولا تعرف احا. تعملهم، ومفيش حاجة تمنع أمريكا من إنها تيجي عندك، مفيش حاجة تمنع أي حد من إن هو يجي عندك. أنت مش أحسن من العراق، ما أنتش أحسن من أفغانستان، ما أنتش أحسن من أي حد من الآخر كده. الحاجة اللي كانت تفرق ما بيننا وما بين الناس دي، إن إحنا كان عندنا جيش قوي. ما عندناش. لا عندنا جيش قوي، لا عندنا شعب هيقف ورا الجيش، ما عندناش أي حد هيعمل أي حاجة. هتقعدوا تضربوا في بعض زي ما الشيعة والسنة بيعملوا في العراق، وبعد كده تجيبوا الناس من بره هتيجي تتحكم فيكم. ده مصلحة بالنسبة لهم، مصلحة ومصلحة ان الفتنة بالنسبة تنتشر وان الناس تبدأ يا تقتل في حبيبي، بعضها مصلحة والناس بالنسبة تضعف. للإخوان، مصلحة بالنسبة للإخوان كانت تبقى أفغانستان وباكستان والحتت دي، لأن هو ساعتها بقى الميليشيات المسلحة تبقى من في كل حاجة حتة. هتحصل مش كويسة على فكرة. في لما حلمة بيزي تكوني الشمال عارفين ان في حاجة وحشة هتحصل. هنشيك على الأخبار ونرجع لكم بعد شوية.